الخبر اللي كيدور هاد الايام صحيح، المغرب فعل رسميا القبه الحديديه في المناطق الجنوبيه، والتحليل الكلاسيكي تيقول هادو استعدادات المعركه طاحنه. ولكن كاينه واحد المفارقه غريبه هنايا، حنا كندويو على منظومه دفاعيه كتكلف الملايين مقابل تهديد محدود كيجي من طرف البوليزاريو باسلحه خفيفه ورخيصه، سلاح متطور جدا ضد هجمات محدوده بلا قياس. اذا السؤال ماشي شكون اللي غادي يهجم، السؤال الحقيقي هو علاش هذا الخيار منطقي دابا، واش نتبدل في المعادله؟ باش نفهموا الجواب خاصنا نساو المنطق العسكري دابا ونجبدوا الكالكولاتريس. منصه بارك ام اكس واللي شرا منها المغرب بزاف ديال البطاريات مؤخرا هي منصه جد معقده كتضم بزاف ديال طبقات الحمايه، بالاضافه لرادارات جد متطوره. الصاروخ الواحد من هذه المنظومه كتوصل لقيمات ديالو لمئات الالاف من الدولارات، بينما القذيفه ولا الدرون اللي جايه من الطرف الاخر تقدر تكون ما واصله حتى $1000. وهنا حسابيا انت كتخسر فلوس كثر من العادو باش تصدو. دابا بهذا المنطق كل عمليه اعتراض هي خساره ماليه مباشره للمغرب، ياك؟ هذا هو الجواب. ولكن في حاله ما اذا حسبتي غير الثمن ديال الصاروخ المعادله غادي تبدل 180 درجه. في حاله ما اذا حسبتي الثمن ديال الضربه، تخيل معايا الريسك مانجر اولا مدير ديال شركه عالميه في لندن قدامه ملف استثمار في الصحراء المغربيه. الارقام كتبان ليه مغريه، الربح شبه مضمون، ولكن كتبان ليه خانه وحده حمراء في هذا الملف، احتمال سقوط قذيفه وحده. القرار هنايا غادي يكون بدون شك هو الرفض، ماشي حيت المشروع خايب، وانما درجه الخطوره طالعه بزاف. حيت هاد القذيفه اللي قلت لك واللي تقدر تكون مساويه حتى $1000 مقاده، قذيفه اللي عشوائيه وغير موجهه، الا طاحت في الخلا فراه الخساره كتكون صفر. ولكن الا فاتت طاحت لك في شي منطقه اللي حساسه فراه هنا الخساره بالملايير. انت ما كتشريش باب مصفح غالي باش تركبه في خيمه، انت كتشريه باش تركبه في بنك، وبالتالي الوجود ديال هذا الباب المصفح في الصحراء كيطرح فرضيه جديده. المنطقه ما بقاتش غير رمله وحدود، المنطقه ولات فيها شي حاجه اللي ممنوع تقاس. اذا شنو هي هاد الاشياء اللي بدات كتبان في الصحراء واللي فرضات هذا المستوى من الحمايه؟ باش نجاوبوا خاصنا نشوفوا الخريطه من منظور مستثمر ماشي من المنظور ديال الجندي. في السنين الاخيره بدات كتبان مشاريع ضخمه في الاقاليم الجنوبيه، ميناء الداخله، مشاريع الهيدروجين ومحطات الطاقه. هاد المشاريع كيشتركوا في جوج الحوايج، هي ان القيمه ديالهم بالملايير والمده ديال حياتهم طويله كتفوت 30 عام. وهنا كنهضروا على بنيه تحتيه ثقيله. شركه كتبني مصنع الهيدروجين فهي كتحط خطه ل 40 عام للقدام، واي منطقه فيها احتمال ان الاشغال توقف لسبب امني فكتقصى وكتولي خارج الحسابات اوتوماتيكيا. المستثمرين المعادله عندهم قاصحه بلا قياس. الا كان احتمال واخا غير ديال 1% ان قذيفه عشوائيه تطيح في هذيك المنطقه فكتولي منطقه غير قابله للتامين، وبالتالي ما غادي تستثمر فيها حتى درهم. وهنا المغرب لقى راسو قدام خيار واحد ما عنده حتى شي بديل. باش تحط الملايير في الارض خاصك تحيد الريسك من السما، ماشي تقلل الخطر بل تلغيه تماما. وهنا كاين تحتي، فكيفاش غادي تفرض هذا الامر في منطقه اللي 40 عام وهي في النزاع ومفتوحه على كاع الاحتمالات؟ الحل الوحيد باش تحقق هذه المعادله هو انك تحول السما لغرفه مغلقه، وهنا بالضبط فين كتدخل منظومه بارك ام اكس اسرائيليه الصنع. عمليا هاد الغرفه المغلقه ما قلتهاش غير على سبيل المجاز، هي كتراقب المجال الجوي كامل وكتحسب المسار قبل ما يوصل. الرادار ما كيشوفش غير واش كاين جسم طاير، كيشوف فين غادي يطيح، واذا كان المسار غادي يطيح في منطقه فارغه ما كيكون حتى شي تدخل. اما اذا كان غادي لشي هدف حساس كيتم الاعتراض قبل ما الحدث يولي خطر اصلا. بمعنى اخر المنظومه ما كتدافعش على النقطه، كتدافع على النتيجه. وهنا في الغالب كاين واحد السؤال حساس عند بزاف ديال الناس كيتفرجوا في هذا الفيديو، علاش هاد المنظومه بالذات وخصوصا الدوله اللي مصنعاها؟ في الواقع أنظمة الدفاع الجوي ماشي كلها معمولة لنفس النوع ديال التهديدات. كاين أنظمة الحروب الطائرات الثقيلة والصواريخ البعيدة، وكاينين أنظمة معمولة للفوضى الجوية، درونات صغيرة وأهداف بطيئة وغير منتظمة. الاختيار هنا كان وظيفي قبل ما يكون سياسي، منظومة مصممة بالضبط لنفس النوع ديال الخطر الموجود على الأراضي المغربية. هاد المنظومة ماشي غير مدفع كيتسنى العدو يقرب، هي أقرب لواحد الأوبريشن سيستم أو نظام التشغيل ديال السما كاملة. نقطة القوة ديالها ماشي غير السرعة ولا المدى، وإنما معادلة اليأس. شحال هادي كان يقدر العدو مثلا يغامر بواحد الدرون ولا قذيفة رخيصة ويقول مع راسو نجربها وانا وزاري، يا تصيب يا تخيب. دابا باش تخترق هاد الشبكة المعقدة ما بقاش كافيك غير الزار، خاصك هجوم مكثف معقد ومكلف بلا قياس. وهنا اي محاولة اطلاق كتطلع في الرادار وكتجهض في البداية ديالها، وبالتالي العدو ما كيخسرش غير الدرون الرخيصة ديالو، وانما كيخسر حتى عنصر المفاجأة، وكيخسر حتى الرسالة الإعلامية والصورة اللي باغي يوصلها للعالم. بمعنى آخر هاد المنظومة غلات التذكيره ديال دخول الحرب، حولتها من حرب عصابات رخيصه وسهله لعمليه عسكريه مستحيله التنفيذ بالنسبه للميليشيا.
والنتيجه ديال هادشي ان السما ما بقاش ساحه ديال القتال، وانما ولات طريق سيار مراقب بالرادار. يا اما عندك رخصه باش تدوز، وهنا كنهضر على الطيران المدني والتجاري، يا اما غادي يتم تحييدك قبل ما تفكر حتى في الهدف. هاد الصمت الجوي الاجباري هو اللي كيخلي المستثمر يسيني الشيك وهو مرتاح. واخطر نقطه في هذه المعادله ديال الياس اللي كتفرضها هذه المنظومه ماشي ان الهجوم ولا صعيب او لا شبه مستحيل، اهم حاجه هو انه ما بقى كيبدل حتى شي حاجه في الواقع. اي قذيفه غادي تقدر تخلق غير توتر اعلامي، ولكن ما تقدرش توقف مشروع او لا تفرض تفاوض. وهنا فين كيوقع التحول. الا ما بقاوش المناوشات قادرين انهم يجمدوا الوضع، هنا الوضع كيخرج من هذاك الجمود اللي كان فيه، وبالتالي هذاك الشيء اللي كان مبلوكي الصراع لسنين كيعاود يتحرك من جديد. وهنا كنوصلوا لاخطر تحول في هذه الاستراتيجيه، واللي هو تغيير وظيفه الوقت. شحال هادي الوقت كان كيلعب لصالح الجمود، يعني طالما كان الضجيج والمناوشات المنطقه كتبقى جامده، المستثمر كيخاف، الدول كتردد، والاستثمار كيتاجل. دابا فاش السما ولات غرفه مغلقه، الوقت تقلب ضد الخصم. كل نهار كيدوز بلا حرب هو نهار كيتبنى فيه ميناء اولا كيتمدد فيه انبوب، الشيء اللي كيخلي العالم ما يبقاش يشوف المنطقه كارض متنازع عليها، ولا كيشوفو كممر اقتصادي خاصنا نحميوه امنيا. وهنا النقاش ديال العالم غادي يتحول من ديال من هاد الارض لشحال غادي ندخلو من هاد الارض. خاصم غادي يلقى راسو مخنوق هو باقي حاصل في المنطق ديال 1991. وهنا كنهضر على اتفاق وقف اطلاق النار، بينما المنطق ديال 2026 كيفرض واقع اخر وهو الاندماج الصناعي ديال هاد المنطقه. هنا في القبه الحجيجيه كتلعب الدور ديالها الاخطر، هي ما حماش الارض من البوليزاريو فقط، هي ورطت العالم كامل في هذا الملف. فاش كتحط منظومه دفاعيه كتضمن صفر خطا، الدول الكبرى بحال فرنسا، اسبانيا وامريكا كيبداو يبدلوا طبيعه التواجد ديالو، ما بقاوش كيكتفيو بالبيانات ديال الدعم السياسي، بداو كيستثمروا وكيحطوا رؤوس اموال حقيقيه. فاش شركه فرنسيه كتبني فندق اولا شركه امريكيه كتنقب على الغاز، في هذه الحاله اي صاروخ ولا درون ولا قذيفه ما بقاش كيهدد هي السياده المغربيه بوحدها، وانما ولا كيهدد سلاسل امداد عالميه والمصالح ديال دول عظمى. المغرب بهاد التكنولوجيا اللي شرا دار تاميم للارض، ولكن دار تدويل للخطر، خلى العالم كامل يشرك في المخاطر بلا ما يحتاج يطلب الحمايه ديالو رسميا. يعني باختصار العدو ما بقاش كيواجه غير الجيش المغربي، ولا كيواجه شبكه مصالح دوليه معقده، واي غلطه وتهور هادشي كيعني صدام مباشر مع عواصم كبرى. وبناء على هادشي حنا دابا ماشي قدام نهايه الحرب وانما تعقيد الحرب. الصراع تحول من معركه عسكريه بسيطه الى لعبه شطرنج كيدخلوا فيها مصالح عالميه وممنوع فيها الخطا. في البدايه سولنا علاش تحت سقف حديدي غالي بلا قياس في منطقه صراع شبه بارده. الجواب ماشي حيت المغرب باغي ينهي الحرب، الجواب هو المغرب باغي يتجاوز الحرب، ومنظومه بارك ام اكس كان هو الوسيله المكلفه ولكن الضروريه باش تفرض هذا التجاوز. وانا فين كاين بيت القصيد من هذا الفيديو، انت ما قتلتيش الخصم عسكريا، شحال هادي كان السلاح تيتشرى باش يحمي الحدود، دابا ولا كيتشرى باش يحمي المستقبل من الماضي. هادشي اللي كاين، ما تبخلش هنا بواحد لايك وسبسكرايب الا كان تيبان لك هذا المحتوى تيستاهل، ونشوفوا ان شاء الله في فيديو جديد.